ازيكم عاملين ايه؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة مع بعض هنعمل اكلة سهلة وبسيطة جدا وكلنا بنحبها، مفيش حد ما بيحبهاش، الكفتة والمكرونة بالبشاميل، بس بطريقة مختلفة شوية. يلا نبدأ مع بعض. اولا هنعمل الكفتة. انا محتاجة نص كيلو لحمة مفرومة تكون دهونه قليلة، لان احنا هنحط له حتة ليا ضاني، بتدي طعم حلو قوي للكفتة وريحة جميلة قوي وهي بتتحمر. حتة صغيرة خالص حوالي 50 جرام قطعتها مكعبات صغيرة وحطيتها في الكبة تتفرم كويس. بعد كده ضفت لها حوالي 5 فصاص توم مع بصلة وسط متقطعة مكعبات وفرمتها مع اللية. وبعدين ضفت لها اللحمة اللي هي نص كيلو تكون دهونه قليلة. ضفت لهم بقى كمان 3 معالق كبار بقسماط ناعم وبيضة واحدة، وضربت بقى كويس قوي لحد ما اختلطوا كلهم في بعض كده. اخدتهم تبلتهم. انا بحب تتبيلة الكفتة ملح وفلفل اسود وكمون وبس، والكمون يكون كتير شوية، معلقة صغيرة هرمية كده. الفلفل الأسود نص معلقة، والملح معلقة صغيرة بس مش كتيرة يعني. قلبت بقى الكفتة مع التتبيلة كويس، وبعد كده بدأت أصبعها. صبعيها شكل بيضاوي كده وتبططيه بالشكل ده. الجريل سخنيه قوي وادهنيه بالسمنة أو بالزيت اللي زي ما تحبي، وحطي بقى الكفتة بالشكل ده واضغطي عليها بإيدك كده علشان تاخد شكل الخطوط بتاعة الجريل، بتبقى شكلها حلو كده. طبعا الكفتة دلوقتي مش هتستوي بالكامل، هي بس بتاخد لون كده دقيقتين على كل جنب، لكن بتبقى نص سوا. هنكمل بقى سواها بعد ما نخلص تحمير الكفتة كلها. مكانها كده في نفس الجريل حطي كوباية مية تكون سخنة، وبعد كده نزلي عليها الكفتة كلها تاني وهدي بقى النار خالص، ووطي سوري غطي الجريل وسيبيه بقى لحد ما الكفتة تتشرب المية كلها. نزليها. هنشوف كده كل شوية ونغطيها تاني لحد ما تتشرب ميتها وتكمل سواها. البشاميل بتاعنا 4 معالق سمنة على 4 معالق دقيق، نقلبهم دقيقتين كده وبعدين نضيف لهم 3 كوبايات لبن وكوباية مرقة واحدة. أنا بحب البشاميل قوي بالمرقة، لازم كوباية مرقة في البشاميل بتاعي. وتتبليه بالملح والفلفل الأسود وتنزليه. المكرونة سلقت كيس مكرونة قلم وحطيته كله طبقة واحدة، وده بقى يعني الفرق النهاردة في المكرونة بتاعتي. قلبي عليها شوية بشاميل وبعدين هنحط عليها العصاج بالشكل ده كده، وبعدين نحط البشاميل. هندخلها الفرن على أول رف بعد الصاج على درجة حرارة 220 حوالي تلت ساعة. بعد كده طلعيها ضيفي لها الجبنة ودخليها 5 دقايق الجبنة تسيح، وبعدين افتحي لها الشواية. بتطلع بقى بالطريقة دي لذيذة قوي، يعني اختلاف عن الطريقة اللي احنا بنحط طبقتين مكرونة والبشاميل في النص. الطريقة دي لذيذة جدا وطعمها أحلى بكتير. طلعت بقى اهي. طبعا لما بتطلعي المكرونه بقى وهي سخنه كده بتبقى الخلطه مش متماسكه قوي، لكن بيبقى طعمها جميل قوي وهي سخنه، هي المكرونه روعه وهي سخنه. لو عايزه بقى الخلطه تبقى متماسكه كده سيبيها بقى 10 دقايق كده لحد ما تهدى، وبعدين اغرفي. ولو عجبتك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، وباي باي.